لو معاك من 900 لحد مليون و100 ألف وبتدور على كروس اوفر عائلي في السوق المصري، هتلاقي عندك 6 عربيات في الفئة السعرية دي. زي ما عملنا في الفيديوهات اللي قبل كده، هنقارن كل العربيات دي ببعض، ونبتدي بأول حاجة وهي اعتمادية الفتيس ومدى قوة التحمل بتاعته. يعني هنقارن العزم اللي بيطلعه الموتور بأقصى عزم يقدر يتحمله الفتيس بتاع العربية دي، ونشوف طبيعة العمل بتاعه والتبريد بتاعه. وبرضه هتكلم عن الاعتمادية العامة بتاعة الموتور والفتيس، ولو في أي ملاك اشتكوا من أي حاجة في العربيات دي. بعد كده هنتكلم عن تجربة التسارع لكل عربية مع ماجد، وبرضه هنتكلم عن المساحات الداخليه ومساحات الشنطه، وهل العربيه دي في الاخر قيمه مقابل سعر ولا لا. طيب الشيري تيجو 8 حصل عليها تخفيض مؤخرا، خلاها تنزل لحد مليون و100 الف. بعد ما نزلت للفئه السعريه دي، انا شايف ان هي بتقدم قيمه مقابل سعر كبيره جدا للعائلات، لان العربيه دي باختصار كده هي اوسع عربيه وافضل عربيه موجوده في الفئه السعريه دي. هي الوحيده اللي بتقدم 7 كراسي، ولو قفلت الكرسيين اللي ورا هتلاقيها برضو اكبر شنطه موجوده في العربيات دي. وبرضو بتقدم موتور تيربو مع فتيس ديوال كلتش ويت اعتمادي. يعني الموتور بيطلع 145 حصان و210 نيوتن متر، واقصى عزم بيقدر يستحمله الفتيس هو 300 نيوتن متر. فانا شايف ان المارجن هنا كبير قوي، يعني الفرق كبير جدا ما بين الاقصى عزم بيقدر يطلعه الموتور واقصى عزم يقدر يستحمله الفتيس. فهنا الفتيس اعتمادي وهو مبلل، ولكن العربيه دي مش خاليه من العيوب. طبعا الفتيس 6 نقلات، نقلاته بطيئه جدا ومحسوسه، فهتلاقي استهلاك البنزين في العربيه دي مش احسن حاجه. ولكن استهلاك البنزين في كل العربيات اللي موجوده في الفئه السعريه دي خصوصا بالحجم ده هو هتلاقيه نفس الكلام بالظبط. يعني ما دام الموتور 1500، فيعني خلاص، وكده كده انت مضطر على الموتور ال 1500 في الفئه السعريه دي، لان مفيش غيره. طبعا لو انت هنتكلم، لو هتطلع شويه للشنجان السي اس 55، هي جايه في الفئه السعريه يعني اللي بعد دي، هتلاقي ان هي بتقدم موتور افضل، ولكن برضو هتلاقي ان المساحات اقل بكتير من العربيه دي. فانا شايف ان هي قيمه مقابل سعر كبيره جدا، هي افضل من الجيتور الاكس 70. انا عندي اعتراض برضو على الشاشه بتاعه الجيتور الاكس 70، مش هتلاقيها اثبت حاجه، وطبعا هي اغلى من الفئه السعريه دي. فالعربيه دي لما نزلت في الفئه السعريه دي، هي كده يعني جايه تكسب العربيات دي كلها. والعربيه هتلاقيها متوسطه في معظم الحاجات، يعني من ناحيه الثبات بتاعها هتلاقي برضو ان العربيه بتعوم، هتلاقي كمان ان العربيه العزل بتاعها مش اقوى حاجه، الخامات هتلاقيها من متوسطه الى جيده في العربيه دي. فيعني هي شايف ان هي العربيه اون افريج، ولكن زي ما قلت لك القيمه مقابل السعر ما فيش مقارنه. فلو هدي كل الهاندلنج في العربيه دي هيبقى 6.5 من 10، والمساحات فيها هتاخد 9 من 10. طبعا الشنطه والسبع كراسي مفروده بتبقى المساحات مش اكبر حاجه 193 لتر، ولكن لو تنيت الكراسي بتوصل معاك لحد 900 لتر، فالمساحات فعلا كبيره قوي في العربيه دي. والاعتماديه العامه بتاعه الموتور دي هديها 7.5 من 10. طبعا عربيات شيري كلها بيظهر فيها مشاكل في علبه الدركسيون، ولكن ده عيب مشهور في معظم العربيات اللي موجوده في الفئه السعريه دي. يعني الصين خدت فتره شويه عم عالجت الموضوع ده، فتلاقي ان موديلات قليله قوي ان هم تداركوا فيها العيوب دي. انا شايف ان معظم العربيات ال 1500 بيحصل فيها المشاكل دي، بتظهر بنسبه قليله وعلى كيلومتر عالي فعلا، ولكن المشكله موجوده. برده هنيجي للعربيه اللي بعدها في الترتيب على طول، التيجو 7، وهي برده بتظهر فيها نفس المشكله بالظبط بتاعه علبه الدركسيون. يعني هي الموضوع متشارك ما بين عربيات شيري، هتلاقي الموتور هو نفس الموتور بالظبط اللي موجود في الشيري التيجو 8، تمام، نفس الموتور نفس الفتيس بنفس الارقام. يعني زي ما قلت لكم 145 هورس باور و210 نيوتن متر، وهتلاقي التورك ليميت بتاع الفتيس هنا 300 نيوتن متر، وبرده الفتيس مبلل وما بيحصلش منه اي مشاكل. طبعا استهلاك البنزين هنا هتلاقيه احسن شويه من التيجو 8 لان هي عربيه اصغر. الثبات هتلاقيه احسن شويه من التيجو 8 لان هي برده ستيل عربيه اصغر، والاداء بتاع الموتور برده. طبعا الفرامل بتاعت العربيات دي مش هتلاقيها اذكى حاجه في الدنيا ولا اكتر حاجه رياضيه. هتلاقي برده ان الاحساس مش اول لما بتدوس بتلاقي بايت معاك، لا، يعني الموضوع محتاج ان انت تتعود على الفرامل شويه، مش هتلاقي احساسها زي العربيات الاوروبي، ولكن برضو يعني ستيل العربيات بتقف والهاندلنج بتاعها كويس جدا، ما يتقلقش منه خالص. كمان بالنسبه لقطع الغيار، العربيات دي قطع غيارها متوفره بشكل كبير جدا. المراكز خلاص انتشرت بتاعه شيري وجيتور والكلام ده، كل العربيات دي متشابهه. فيعني شيري وجيتور وسوق ايست هتلاقي ان كل العربيات دي نفس العربيه ومتشابهه جدا في قطع الغيار، فالموضوع ده بيساعد العربيات دي. فاي عربيه من انتاج الشيري بتلاقيها ان هي ليها ميزه ان الانتشار ده. هتلاقي ان عندك عربيات كمان كاي وعربيات اكسيد تحت نفس البراند، فانت اصلا الفئه السعريه دي كلها اللي هنتكلم عليها هتلاقي منهم 5 عربيات من مصنع شيري.
فهم محققين انتشار كبير جدا، فدي بتبقى ليهم ميزه كبيره جدا في السوق، وان العربيات كلها متشابهه فعلا، هو بس بيغير لك نفس القالب. طب هو بيغير نفس القالب ليه؟ او الشركه هتكسب ايه من الموضوع ده؟ الشركه هتكسب ان هي بدل ما تتعامل مع وكيل واحد، لا هتقدر تتعامل مع كذا وكيل وتكسب من كذا وكيل. يعني بدل ما يبقى مثلا غبور معاه براند واحد، او اسراوي معاه براند واحد، او منصور معاه براند واحد، لا انا هوزع الثلاثه، هوزع على الثلاثه براندات ومش هزعل حد، والمنافسه كلها بتعلى في السوق والعربيه بتنتشر في السوق. فدي نقطه لازم تبقى واخد بالك منها وانت بتشتري العربيات دي. علشان كده انا دايما بجمع عربيات مصنع شيري مع بعض، فتبقى واخد بالك من النقطه دي. طبعا الشيري التيجو 7 هتلاقي ان مساحتها مش احسن حاجه، هتحس كمان ان العربيه الكرسي اللي قدام فيها مش مريح قوي، تحس ان القعده كده ملمومه شويه، في فرق كبير ما بينها وما بين التيجو 8. فلو العيله طبعا هيفرق معاهم قوي الفرق الكبير ده. طيب انا ليه بقى ما اخترتش في النص التيجو 7 برو؟ يعني انت شايف اهو، اول واحده تيجو 8 وتاني واحده على طول بعدها التيجو 7. طيب التيجو 7 برو انا اضطريت ان انا اجيبها بعدهم على طول، رغم ان هي اخر واحده معايا في الترتيب في العربيات دي كلها. تمام، يعني انا عندي اول عربيه تاني عشان ما تتلخبطوش هي التيجو 8، تاني عربيه في الاختيار عندنا هي التيجو 7، تالت عربيه لسه هاجيلكوا عليها، لكن اخر عربيه معانا خالص هي التيجو 7 برو. وخد بالك ان اختلاف المسميات صغير جدا. طيب التيجو 7 برو بتمتاز بايه عن العربيات دي؟ بتمتاز ان هي شكلها احدث. تمام، شكلها واخد شكل العربيات الجديده من شيري، فتلاقي ان وش العربيه فعلا ملفت، الخامات فيها كويسه جدا، الكراسي واسعه، العربيه اوسع بكتير من جوه من التيجو 7 العاديه، قريبه جدا للتيجو 8، ولكن مش تيجو 8 ومش ب7 كراسي، ولكن العربيه دي فيها الفتيس السي في تي. تمام، نفس الموتور بنفس كل حاجه، ولكن بيجي مع فتيس السي في تي. الاداء على فكره بتاع الموتور ده ممتاز جدا، والفتيس السي في تي مع الموتور ده يعني معمول ان هو متيون ان هو يطلع الاداء بتاعه كويس جدا. ولكن هنا في نقطه، انا شايف ان الموتور بيطلع عزم عالي جدا على فتيس سي في تي. خد بالك كمان ان في احساس الرابر باند بتاع الفتيس السي في تي. يعني ايه؟ تحس ان في زي استك كده وانت بتدوس على العربيه على اخر الدواسه، ان العربيه مش مستقره معاك ميكانيكيا. تحس ان الفتيس، لان الفتيس السي في تي ده معمول على سير، تمام، مش تروس بتعشق في بعض، لا هم يعني بكرتين ومربوطين بسير. فانت لما بتطلع عزم عالي بتعمل ستريس على السير اللي رابط البكرتين دول، فمن هنا بيجي احساس الرابر باند. تمام. تاني، العربيه ادائها كويس جدا، خد بالك الاداء بتاعها يعتبر افضل من التيجو 7 وافضل كمان من التيجو 8. ولكن لما نيجي نتكلم على الاعتماديه بتاعتهم، لا انا شايف ان هي مش احسن حاجه. الفتيس بتاع العربيه دي اقصى عزم بيستحمله هو 250 نيوتن متر. طبعا ما ننساش ان العربيه بتنزل بنفس الموتور اللي هو 145 حصان و210 نيوتن متر. طيب فرق 40 نيوتن متر، يعني هو اقصى عزم بيقدر يستحمله الفتيس 250 والموتور بيطلع 210. فرق 40 نيوتن متر، على فكره الفرق ده كويس، والفتيس ما حصلش منه مشاكل حتى الان. يعني حتى هذه اللحظه ما حصلش منه مشاكل كتير. الناس بتشتكي من الصوت والسير والكلام ده، ولكن في مصر ما حصلش منه اي حاجه. بره في كلام عليه والموضوع جدلي شويه، ولكن انت بقى واخد بالك ان العربيه دي مش بتاعه ارس ومش افضل اختيار في الفئه دي. ليه؟ لان هتلاقي زمايلها سواء التيجو 7 او التيجو 8 او حتى السو ايست الاس 05 كلهم بيجوا بنفس الفتيس اللي بيستحمل لحد 300 نيوتن متر. فرق 50 نيوتن متر انت اولى بيه، العربيه تقيله وبتجري، فتبقى واخد بالك ان الموضوع مش احسن حاجه، وعايز اهتمام بتغيير الزيت. هنيجي نبص للتسارع، هنلاقي طبعا التسارع بتاع العربيه دي هو احسن واحد. هي عملت مع ماجد 9.9، فانا شايف ان التسارع بتاعها نشيط جدا. هتيجي تبص على التيجو 7 هتلاقي ان التسارع بتاعها مع ماجد 10 ثواني، ويعتبر هو مفيش فرق ما بين العربيتين، يعني 9.9 من 10 ثواني، هو مفيش فرق ملحوظ، هو يمكن بس ايه اختلاف للرياكشن تايم بتاع التسارع بس. فتبقى واخد بالك ان الاداء يعتبر متشابه، وهتلاقي ان التيجو 8 ابطا من العربيتين دول بنص ثانيه، بتتسارع في 10 ثواني ونص طبعا علشان حجمها الكبير. ولكن انا شايف ان الرنجات دي هي بدايه الاحساس ان انت راكب عربيه تربو، فانا شايف ان العربيه هيبقى ادائها كويس جدا. اكتر من كده بتحس ان انت لا راكب عربيه تنفس طبيعي. ولكن العربيات دي مجملا بتحس ان هي نشيطه لو انت جاي من عربيه 1600 تنفس طبيعي، بتحس فعلا ان هي ادائها كويس. طيب نيجي لثالث عربيه معانا، وهي الجاك الجي اس 4. انا كده اتكلمت عن 4 عربيات عشان الناس اللي بتتلخبط وبتتوه. اول عربيه معانا التيجو 8 برشحها لك، ثاني عربيه معانا التيجو 7، ثالث عربيه معانا الجاك الجي اس 4. تمام. العربيه الاخيره اللي انا بقول لك ما تشتريهاش هي التيجو 7 برو. خلاص،
طيب فخلينا نتكلم عن ثالث عربيه معانا، وهي الجاك الجي اس 4. العربيه دي بتتميز ان هي بتيجي بمساحات ممتازه جدا. انا شايف ان العربيه دي ممتازه جدا للعائلات. العربيه بتيجي بفتيس سي في تي بيقدم اداء الصراحه حقير، تمام. يعني التسارع بتاع العربيه دي مش حلو، ولكن الفتيس ده اعتمادي. لو غيرت له الزيت بتاعه، الفتيس بتاع الجاك السي في تي ده مشهور ان هو اعتمادي، والعربيه بايعه في بلاد كتيره جدا، ويعني السمعه بتاعتها حلوه جدا. طيب بالنسبه لارقام الموتور، هتلاقي ان الموتور بيطلع 147 حصان وبيطلع 210 نيوتن متر، نفس الارقام تقريبا بتاعه شيري، فرق 2 حصان زياده، ولكن على الواقع يعني لا، الموتور ده اقل من الموتور بتاع شيري. طيب الفتيس السي في تي بتاعهم برضو بيستحمل نفس العزم 250 نيوتن متر، ولكن زي ما قلت لك الفتيس ده مشهور ان هو اعتمادي، وكمان العربيه التيون بتاعها ان هي بطيئه جدا وهي بتوصل لك العزم، فالفتيس محافظ على نفسه قوي في العربيه دي. فهو انا شايف ان العربيه دي مناسبه جدا للناس اللي هي مش بتجري، تمام. يعني انت ما بتدورش على اداء خالص، علشان كده انا طلعت العربيه دي فوق السو ايست الاس 05. هما الاثنين بيقدموا اداء متشابه، ولكن العربيه دي هتبقى افضل في المساحات، تمام. هتلاقي ان المساحات بتاعتها كويسه، والاعتماديه بتاعتها برده كويسه. العيب طبعا في العربيه دي ان الشاشه بتاعتها بتهنج. الثبات بتاع العربيه دي صراحه وحش جدا. العربيه فيها بادي رول، طبعا الطاره تقيله بشكل غير مبرر. يعني العربيه المفروض ان هي عربيه مدينه، فتلاقي ان الطاره ناعمه شويه، ولكن لا، العربيه فيها بادي رول والطاره ناشفه، فتحس ان الدنيا كده ايه، مش سينكرونايزد مع بعض. يعني بس المهم ان العربيه مناسبه للعائلات، مناسبه لحد هيمشي على السرعات القانونيه. طيب العربيه دي لو هديها سكور في الهاندلنج فهي تاخد 6 من 10، ولو هديها سكور في المساحات فهي تاخد 9 من 10. هي يعتبر من اوسع العربيات دي بعد الشيري التيجو 8 على طول. وكمان مساحه الشنطه بتاعتها 520 لتر، طبعا مساحه شنطه كبيره جدا. لو جيت بصيت على مساحه الشنطه مثلا في العربيه التيجو 7 برو هتلاقيها 414 لتر، رغم ان هي التيجو 7 برو اكبر منها حجما من بره، ولكن هتبص على العربيه دي هتلاقي ان الشنطه فيها كويسه جدا. طيب نيجي بقى رابع عربيه معانا، وهي السو ايست الاس 05. العربيه دي بتنزل بنفس الموتور والفتيس بتاع التيجو 7 والتيجو 8، ولكن بتيون مختلف. المفروض ان هم بيقولوا ان العربيه دي بتطلع 156 حصان و230 نيوتن متر، ارقام اعلى من الطبيعي بتاع عربيات شيري اللي هي بتنزل بموتور ال 1500 تربو والفتيس الدي سي تي اللي هو الست نقلات المبلل. ولكن كمان التورك ليميت بتاع العربيه دي اقل شويه. يعني التورك ليميت بتاع عربيات شيري 300 نيوتن متر، التورك ليميت بتاع العربيه دي 280 نيوتن متر. انا مش متاكد صراحه من صحه الرقم ده. وتاني الارقام بتاعه الاداء في العربيه دي 156 حصان و230 نيوتن متر، لو جيت قارنتها هتلاقيها ان هي اعلى من عربيات شيري اللي انا قلت لك عليها قبل كده زي ما قلت لك. ولكن بقى نيجي على الاداء على الواقع، لا، الاداء مفاجئ الصراحه، يعني اقل من عربيات شيري الثانيه، تمام. فهتبقى واخد بالك ان العربيه دي اصغر من العربيات دي، وبتقدم لك اداء اقل كمان من العربيات دي. يعني هتلاقي ان السو ايست الاس 05 بتتسارع في ثانيه اكتر من العربيه الشيري التيجو 8. يعني متخيل ان العربيه السو ايست الاس 05 عملت مع ماجد 11 ثانيه ونص. فانا شايف ان الرقم ده كبير قوي على موتور 1500 تربو مع الفتيس ده، تمام. فهو طبعا ارقامه مختلفه، ولكن ارقامه مشكوك فيها. فانا شايف مثلا ممكن يبقى تيون لبنزين مختلف مثلا او حاجه، الله اعلم، مش عايز افتي. ممكن يكون العربيه برده مش مظبوطه ان هي تطلع تسارع زي ده. فانا ممكن اكون بظلم العربيه دي باسامبشنز، ولكن انا بقول لكم على الكلام اللي موجود بالنسبه للاداء. طبعا كل الكلام اللي انا قلته ده مش هيفرق مع اي حد مش بيجري بالعربيه. فانا شايف ان العربيه دي ممتازه برده من ناحيه الاعتماديه بتاعه الموتور والفتيس، لان هي يعتبر نفس الموتور. لو جيت بصيت عليه هتلاقي هو نفس الموتور والفتيس اللي موجود في بقيه العربيات دي. المساحات بتاعتهم هي اقل طبعا من الشيري التيجو 7، واقل طبعا من التيجو 8 والتيجو 7 برو، ولكن هتبص هتلاقي ان هي بتتقدم بسعر ارخص منهم، وبتتباع من غير اوفر برايس لو جيت قارنتها يعني ببقيه العربيات الثانيه. فهي متوفره اكتر، والمساحات بتاعتها كويسه مقبوله، والانتيريور بتاعتها احدث شويه. فتبقى واخد بالك من الموضوع ده. يعني هتلاقي تحس ان العربيه افخم شويه على الفئه السعريه بتاعتها، تحس ان الخامات فيها خامات نفس العربيات اللي هي ازيد منها ب 200,000 جنيه. وهي برده انا شايفها اختيار حلو جدا لحد عايز عربيه ملمومه، يعني مش مبهرجه. هتلاقي المساحات بتاعتها مش كبيره قوي من بره، ولكن خد بالك ان الاداء بتاعها مش هيبقى احسن حاجه. وبرده نفس الكلام والتعليقات اللي انا قلتها على استهلاك البنزين في كل عربيات شيري دي مش هتلاقي احسن حاجه. العربيات دي كلها مش موفره في البنزين، تمام. فاستهلاك بتاع العربيات دي متقارب، هتلاقيه قرب ال 10 لتر ازيد او اقل على حسب سواقتك. فتبقى واخد بالك من النقطه دي. حتى الجاك الجي اس 4 برضو استهلاك البنزين فيها لو جيت تحط رجلك وتدوس عليها هتلاقيها بتستهلك بنزين.
فتبقى واخد بالك ان مفيش اي عربيه في العربيات دي كلها موفره في البنزين. طيب نيجي بقى للهاندلنج بتاع العربيه دي، فهو هياخد 6.5 من 10. العربيه الثبات بتاعها متواضع، يعني هو متواضع الى متوسط. طبعا العفشه بتاعت العربيه مالتي لينك، ولكن هو مالتي لينك يعني صيني. كل العربيات الشيري اللي موجوده دي فيها مالتي لينك، ولكن الاداء بتاعه برده مش احسن حاجه، مش هيتقارن طبعا بالمالتي لينك الالماني، ولكن العربيه بتبقى راكزه على الارض، مش بتحس ان هي يعني هتقف على عجلتين لو خدت بيها ملف غبي او حاجه، ولكن برده فيها شعور البادي رول وعدم الثبات وكل الكلام ده. طيب نيجي بقى لاخر عربيه معانا النهارده، وهي الام جي زد اس. العربيه دي اخر عربيه معانا ولكن هي اللي قبل الاخيره في الترتيب. زي ما قلت لكم اخر عربيه معانا في الترشيحات هتبقى التيجو 7 برو. تمام. فانا شايف ان العربيه الام جي زد اس برده مش بتتميز في حاجه قوي غير الاعتماديه بتاعتها، ان العربيه مشهوره ولكن ارقام الاداء بتاعتها ضعيفه جدا. الموتور ناتشورالي اسبريتد، التسارع بتاعه في 15 ثانيه ونص. فانا شايف ان التسارع بتاع العربيه دي صراحه عذاب، يعني هتحس ان انت راكب عربيه بطيئه جدا في 2025 او 26. فانا شايف ان الاداء ده صراحه لا، بعيد قوي. تمام. المساحات بتاعت العربيه كويسه جدا، القطع الغيار بتاعت العربيه دي متوفره، يعني انا شايف ان هي العربيه منتشره جدا وبياعه وكويسه جدا. طيب الموتور بتاع العربيه دي ناتشورالي اسبريتد، بيطلع 119 حصان وعزمه قليل جدا 150 نيوتن متر. فالعربيه دي اعتماديه، لان الفتيس بتاع العربيه دي بيتحمل لحد 250 نيوتن متر، في فرق عندك هنا 100 نيوتن متر. فانا شايف ان الفتيس بتاع العربيه دي اعتمادي في حاله ان انت برده بتغير له الزيت بتاعه. تمام. لو قرصت عليه الفتيس ده ممكن يستحمل ان انت تقرص عليه، بس يعني هتقرص عليه عشان تروح فين؟ برده اداء العربيه ضعيف جدا. فتبقى واخد بالك ان المعادله كلها يعني المعادله اعتماديه لو انت هتغير زيت العربيه، ولكن الاداء بتاعها مش احسن حاجه. الثبات بتاع العربيه دي برده مش احسن حاجه. الشنطه بتاعتها في المتوسط، ولكن العربيه تلاقيها بتتباع وموجود عليها اوفر برايس. فانا شايف ان السوق ايست صراحه افضل منها، يعني بتقدم قيمه مقابل سعر افضل منها، احسن شويه منها في الاداء. حتى لو الاداء بتاع السوق ايست مش عاجبني اكتر حاجه، ولكن هي لو جيت قارنتها بالام جي زد اس، لا هتلاقي ان السوق ايست افضل. برضو اللي هي مع وكيل مش ضعيف. الام جي عربيه موجوده في السوق وكل حاجه، ولكن انا شايف ان هي مش متميزه في اي حاجه غير الشكل بتاعها. والبراند طبعا بتاع ام جي محبوب عندنا، ولكن احنا ترند العربيات الصيني بيجري بسرعه جدا. كل 3 شهور بتلاقي عربيه مختلفه واخده الترند بتاع السوق. يعني كان من سنتين كان في عربيه تفضل هي دي عربيه السنه. فانا شايف ان بعد الخلاصه اللي حصلت والمعجنه اللي بتحصل دي، لا، ام جي زد اس بترجع لورا في الترشيحات، وانا شايف ان هي مش افضل قيمه مقابل سعر الصراحه. يعني طبعا العربيه دي بتتميز بشنطه ممتازه 448 لتر نقول 450، فانا شايف ان هي شنطه كويسه جدا. والمساحات الداخليه بتاعتها كويسه، اديها 7.5 من 10. الاعتماديه بتاعتها برضو اديها 7.5 من 10. العزل بتاعها ضعيف جدا. تمام. خد بالك ان صوت الموتور عالي، الفتيس بيخلي كمان صوت الموتور النعره بتاعت يعني السي في تي والموتور الكومبو ده، فبتلاقي ان العربيه عزلها مش احسن حاجه. تمام. فتبقى واخد بالك من النقطه دي. ولكن طبعا العربيه شكل الفوانيس بتاعها الليد والانتيريور بتاعتها برده شكلها شيك قوي. العربيه تقفيلها حلو في الاول وفي الاخر برده. لا يعني ام جي متميزه جدا في العربيات الصيني، دي حاجه ما ننكرهاش. طبعا استهلاك البنزين في العربيه دي مش كويس، وهو نفس استهلاك البنزين اللي موجود في العربيات دي كلها. فتبقى فاهم ان احنا اتكلمنا في الفيديو ده عن 6 عربيات، وال6 عربيات استهلاكهم في البنزين وحش. فتبقى واخد بالك من النقطه دي، ان العربيات دي كل ما حجمها كبر كل ما الاستهلاك البنزين بتاعها ما بقاش الصراحه احسن حاجه. طيب الخلاصه ايه؟ الخلاصه ان اعلى عربيات في التقييم هي احسن عربيه للعائليه. ولكن بقى اللي مش عايز لا عربيه عائليه ولا عربيه شبابيه، عايز حاجه في النص، هتلاقي ان اقل عربيات في التقييم هي العربيات المتناسبه معاك. فتبقى واخد بالك ان التقييم ده ممكن يتقاس بكذا طريقه مختلفه. مش معنى ان انا اديت للعربيه مركز خامس او مركز سادس ان العربيه دي مش ممتازه، ولكن انا رشحت الفيديوهات بتاعتي، الفيديو ده والفيديو اللي فات، لشخصين معينين. واحد همه الوحيد هو الاداء والاداء فقط، وهو بيجري بالعربيه وعايز العربيه تكون ثابته على الطريق، وبيحب السواقه، يعني بيحب ينزل مشوار علشان هيسوق، يعني جزء عنده من السفريه الطريق. تمام. بيبقى مستمتع بالطريق. فانا رتبت العربيات في الفيديو اللي فات بالنسبه للناس دي. طيب انا مرتب العربيات في الفيديو ده بالنسبه لاني الناس اللي هم عايزين المساحات والعائليه، وعربيه ما تعطلش مننا في الطريق، ونسافر بيها في اي مكان من غير ما يحصل فيها اي مشاكل ولا تسوح ولا الكلام ده.
فزي ما قلت لكم هو دي كده كانت الخلاصه بتاعه الفيديوهين دول. استنوا ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتلاقي عندنا فئه المليون و100 لحد المليون و300، ودي بقى معجنه اكبر بكتير قوي من اللي كانت موجوده في الفيديوهين اللي فاتوا دول. وانا مش هوعدكم بميعاد الصراحه يعني، عشان انا قلت لكم ان الفيديو الثاني هينزل بعديها بيوم على طول، وطبعا زي ما انتم شايفين تقريبا اسبوع ما بين الفيديوهين. ولكن ان شاء الله الفيديوهات دي جايه في الطريق، واصبروا عليها شويه علشان بس ما سوحكوش في اي اختيار. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، ولو عندكم اي اسئله شخصيه ليا ادخلوا اسالوني على الانستجرام، واشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه.